دكتور عوام. ننطلق إلى المداخلة الأخيرة في هذه الجلسة للدكتورة أمينة هموري، دكتورة في مقاصد الشريعة، إطار إداري وباحثة في قضايا الأسرة والفكر الإسلامي، من إصداراتها المساواة بين الجنسين المقاربة في التأصيل الأسرة من خلال القرآن الكريم، متطلبات تحقيق الشهود الحضاري في ظل حتمية التواصل مع الغرب، ثم مقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة عند الإمام فخر الدين الرازي. مرحبا بالدكتورة لبسط موضوعها عن مقاصد الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تبلغ المقاصد والغايات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر مركز المقاصد على إتاحة هذه الفرصة للإسهام في هذا الموضوع الهام الذي يعنى بالضوابط الشرعية في قضايا الأسرة، كما يشرفني أن أسهم بملامح عامة في هذا الموضوع بوجود أستاذي الفاضل الدكتور سيدي أحمد الريسوني حفظه الله ورعاه. نسأل الله عز وجل أن ينفع به وبعلمه البلاد والعباد، وأن يكلل أعمال هذه الندوة المباركة بالنجاح إن شاء الله تعالى. وأستسمحكم بداية على تعديل في العنوان، فقد كان من المقرر أن أتحدث عن مقاصد الأسرة في الإسلام، لكن ارتأيت بعد الصول والجول في كل ما ألف أن أحور الموضوع ويصبح عنوانه كاملا مقاصد الأسرة وعلاقتها بمقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة، معالم وتجليات. هذا الموضوع الذي سأحاول تحريره من خلال تقديم عام يؤطر الموضوع، ثم بيان مع مقاصد الأسرة وارتباطها بمقاصد العقيدة تأسيساً ومقاصد الشريعة تطبيقاً، من خلال 3 قضايا أو 3 مقاصد كبرى: مقصد الامتثال لمراد الله عز وجل في خلق الإنسان البشري أو الإنسان الأسري عفواً. المقصد الثاني هو مقصد إفراد الله عز وجل بالعبودية من خلال خلقه الإنسان الأسري. وأخيراً مقصد الامتثال في الخلق الزوجي. وعليه ففي تقديم هذا الموضوع، فالمطالع لما ألف في موضوع مقاصد الأسرة يلحظ أن الدراسات تختلف باختلاف التوجهات المعرفية للباحثين والمهتمين، والغاية والقصد من البحث نفسه من جهة، وكذا على مستويات فهمهم لمقاصد الأسرة في الإسلام من جهة أخرى. والحق أن معرفة هذه المستويات على صعيد العلم يمثل عملاً رصدياً ينبغي تقرير نتائجه والبناء عليه للتجاوز والتطوير، وهو مشروع ليس باليسير ينبغي تكثيف النظر الجماعي فيه وتحديده ووصله بالعمل وواقعه وملاحظته وإشكالياته لتجاوز التحديات الراهنة المرتبطة بالأسرة. ورغبة مني في خدمة قضايا الأسرة من خلال درس المقاصد، كان حري بالاطلاع على كل ما أورده السابقون في حدود اطلاعي في مقاصد الأسرة، أستهدي به في البحث أولاً، وألتمس منه زوايا عدم معالجتهم تجنباً للتكرار. وعليه فمجمل كلام العلماء في فهم مقاصد الأسرة يندرج في مستويين كبيرين عمل الدكتور نور الدين الخادمي على إدراجها في مداخلة له بعنوان جديد مقاصد الأسرة، مقاربة بينية في سياق جديد. فقد قسمها إلى مستويين: مستوى الفهم العام لهذه المقاصد، ويقصد به الفهم الحاصل بعموم مقاصد الأسرة والتعبير عنه بألفاظ عامة ومجملة ومطلقة، ومنها ما تضمنته كتب القدامى والمعاصرين من الألفاظ والجمل والتنبيهات إلى أسرار الأسرة والزواج من بنوة وأبوة وتكثير النسل وحفظ النسل وتحقيق العفة والتحصين وحماية العرض وغيرها. ومستوى الثاني هو مستوى الفهم الخاص بمقاصد الأسرة وطبيعتها وأحكامها، بل وموقعها من مقاصد الدين كله عقيدة وشريعة. وهذا المستوى من الفهم في رأيي المتواضع له اعتباره من حيث سياقه الجديد في البحث، لأنه يعنى بتخصيص هذه الأسرة بمقاصد تتحقق بناء على طبيعة الأسرة الخلقية والجبلية، وبناء على وظائفها في المجتمع والفضاء الإنساني العام، أو يفرض هذا النوع من التناول
مواجهة بعض التحديات الراهنة التي تواجه الأسرة بسبب الحملات المغرضة من الحداثيين بغية التفلت من الأحكام الشرعية المرتبطة بالأسرة بدعوى أن الدين كله مصالح إليه يتوجه الطلب دون فهم لما يحاط بموضوع المصلحة من ضوابط شرعية. وقد تصل أحيانا هذه الدعاوى إلى التشكيك في مصدرية أحكام الأسرة لتتعالى الأصوات إلى طمس معالمها باعتبارها اجتهادات بشرية قابلة للتجاوز والتطوير، أو بالتشكيك في مدى أساس الأسرة الوجودي والفعلي على مستوى الواقع. لهذا ارتأيت أن أخوض غمار هذا المستوى المعرفي المرتبط بمقاصد الأسرة، سواء من حيث الوجودية يعني العقدية أو الفعلية التشريعية، رغم أن الموضوع يعد شأنا معرفيا جدليا لم تحسم بعد أبحاثه خصوصا في شقه العقدي. وانسجاما مع عنوان ندوة في سياق البحث عن الضوابط الشرعية القادرة على الإسهام في حل الإشكالات المرتبطة بالأسرة، واستلهاما من الدرس العقدي لخدمة قضايا الأسرة، والذي يعتبر اللبنة التصورية التأسيسية لأحكام الأسرة، باعتبار الأسرة وضعا خلقيا ومقام إرادة وأفعال تصدر من أعضائها. فإنني أحسب أن الترابط المنهجي من خلال الجمع بين البحث عن مراد الله عز وجل في تأسيس الحياة الأسرية والإنسان الأسري وانبناؤهم على مقاصد ثابتة لا تقبل التغيير، وربطها بمقاصد الأسرة من منظور الشريعة الذي يعنى بالأحكام والنواهي له الضابط الأساس لحياة مستقرة سعيدة مؤطرة بقول الحق سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لأنها تنطلق من وحدة المصدر الذي هو الله عز وجل، والذي يهدف بتكاليفه الشرعية أن يجعل المكلف عبدا لله اختيارا كما هو عبدا لله اضطرارا. وهذا ما سأحاول مقاربته من خلال بيان مقاصد الأسرة وعلاقتها بمقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة، مستجلية بعض معالمها الكبرى وتجلياتها في الحياة الأسرية بما يحقق المقصود وفق نماذج مختارة من خلال القرآن الكريم باعتباره المطلق القطعي الذي لا يأتيه الباطل. فعن مفهوم المقاصد الذي أقصده أقول: هي الغاية والحكمة من خلق الأسرة ابتداء امتثالا لمراد الله عز وجل في خلقه، وتحقيقا لمصالح الناس وفق مراد الله عز وجل، والمفضية لسعادة الدارين وفق أحكام شرعية مرتبطة بالإنسان الأسري. وهذا التعريف حقيقة استعرته من فضيلة الدكتور نور الدين الخادمي مع بعض التصرف فيه، أحسب بحسب ما اطلعت عليه أنه أفضل تعريف لمقاصد الأسرة وفق زاوية البحث التي اخترتها لأتناول الموضوع جمعا بين العقيدة والشريعة، وقد ارتضيته منطلقا جامعا لمقاصد الأسرة خلقا وشرعا. فما هي إذن تجليات مقاصد الأسرة في علاقتها بمقاصد العقيدة ومقاصد الشريعة بما يسمح به الزمان؟ تفصيل ذلك فيما يلي. أولا، مقصد الامتثال لمراد الله عز وجل في خلق الإنسان الأسري. فمن الحقائق التي عرض لها القرآن أن الإنسان لم يخلق سدى، بل له هدف وله غاية. يقول الحق سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالآيات في هذا المضمار كثيرة جدا، وهي تؤكد أن لقاء الله عز وجل والرجوع إليه الذي هو الهدف من أجله خلق الإنسان الفرد، وبالتبع خلق الإنسان الأسري، وأمره بالامتثال لمراد الله عز وجل في خلقه فردا وجماعة، وأن هذا من صميم العقيدة. ومن تجليات ذلك دعوته سبحانه وتعالى ابتداء وقبل تأسيس الأسرة على اختيار شريك الحياة على أسس قويمة حددها الشرع الحنيف، وعلى رأسها التدين، لأنها هي المحض الأول للأبناء. فإن توفر عنصر التدين في الوالدين فهي مظنة غرس الاستقامة في الأبناء تبعا لذلك. وبعد تأسيس الأسرة فإن محافظة أفرادها على مقصد التسليم والانقياد والخضوع المطلق لله الواحد الأحد من أسمى المقاصد، مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن تجليات ذلك تنشئة أفراد الأسرة على روح العقيدة بالتحبيب والترغيب أحيانا، والتفهيم والإقناع تارة أخرى، والتدريب والتكرار كلما كانت الحاجة ماسة لذلك. فلو تأملنا صفحات القرآن الكريم
نجد أن الرسل والأنبياء عنوا عنايات كبيرة بسلامة عقيدة أبنائهم، وجعلوا الثبات على الدين وصية لمن بعدهم. فمن ذلك على سبيل المثال للحصر قوله سبحانه وتعالى: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن تجلياته مقصد الامتثال لمراد الله عز وجل في خلق الإنسان الأسري استقرار سيدنا آدم عليه السلام وأمنا حواء في الأرض. فقد بين الشرع الحكيم أن هذا البنيان الأسري كان منطلقه بالأساس هو الفعل الإلهي: قلنا اهبطوا. فتحقق الهبوط الفوري لأنه مرتبط بإرادة الله عز وجل الفاعل المختار في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى. ويتفرع عن هذا المقصد الناتج عن الهبوط مقصد الإمتاع والإبهاج داخل الأسرة، وهي ما سماها القرآن الكريم مقصد الاستقرار وطلب المتاع، كما هو وارد في الآية الكريمة: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فالنزول من الجنة إلى الأرض من أجل الاستقرار والاستمتاع مفهوم مطلق في الآية بكل ما يحقق الاستقرار والمتعة المادية والمعنوية، غير أن تقييد الآية بقوله تعالى إلى حين للدلالة على أن الاستقرار مؤقت إلى حين، وأن العودة مشروطة بالامتثال إلى شرعه سبحانه وتعالى وفق الأحكام المنوطة بالفعل البشري في الأرض. كما أن مقصد تنفيذ إرادة الله عز وجل في خلق الإنسان وجعله من ساكنة الأرض يتفرعه من مقصد الإعمار والاستخلاف فيها بمفهومه الواسع. ويشهد لذلك الحوار القرآني بين الله عز وجل وملائكته في قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالآيات القرآنية كثيرة في هذا السياق وعديدة التي تبين مقصد الإعمار والاستخلاف، ومنها قول الحق سبحانه وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقوله يجعلكم خلفاء الأرض. والآيات كثيرة وهي معروضة على العموم في هذه الورقة تجنبا لإطالة الوقت، يعني أدرجتها في الجانب. فموضوع الاستخلاف إذن من هذه الآيات كمقصد من مقاصد الأسرة جدير في رأيي ببحث مستقل في ذاته لارتباطه بمقصد أعم، وهو مقصد الشهود الحضاري المنشود من الأمة الإسلامية ومدى توفر متطلباتها المنهجية والعلمية والفعلية في المجتمع لتحقيق قول الله سبحانه وتعالى: لتكونوا شهداء على الناس، والذي من تجلياته أيضا مقصد تسخير البشرية لخدمة بعضها البعض، ومقصد تسخير النواميس الكونية وسائر المخلوقات لخدمة الإنسان، فحسب ما أوردته في هذا المجال، لأن الموضوع يحتاج إلى محاضرة شاملة تتناول جميع جزئياتها. المقصد ثانيا مقصد إفراد الله عز وجل بالعبودية من خلال خلق الإنسان الأسري. إن مراد الله في خلقه للإنسان هو تحقيق العبودية المطلقة في أجل مظاهرها. يقول الحق سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبودية التي تنبني على وحدانية الله عز وجل توحيد تنزيه يليق بجلاله وعظمته. فمطلق التوحيد يوفر للإنسان الأسري المرجعية العقدية للفعل والحركة، فلا مجال لهوى الأنفس وسلطة الأعراف والتقاليد وضغط المصالح القاصرة والمتضاربة في علاج مشكلات الحياة إن قدرت. وإن من تجليات اعتبار هذا المقصد من المقاصد العقدية العناية الإلهية بربط القرآن الكريم في الكثير من آيات أحكام الأسرة بالعقيدة، وأهمها استلهام معظم الآيات بالنداء المحبب: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وختم المولى عز وجل آيات عديدة بالتشريعات الأسرية بقوله: لعلكم تتقون. ومنها أيضا تعقيب المولى عز وجل على التشريعات الأسرية بما يؤكد ربانية مصدرها، كما في آية المواريث مثلا: فريضة من الله. ومن تجليات أيضا هدف البناء الأسري الامتثال لأمره ونهي حتى إن لم يكن التوافق الزوجي، فقد علق الشرع موضوع الطلاق وربط تنفيذ أحكامه بمقتضى الإيمان بالله وباليوم الآخر، كما هو مبين في قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. إن الدعوة لعباد الله عز وجل قولا وعملا داخل الأسرة والارتقاء بتدين الأفراد إلى مرتبة الإحسان في مختلف
بمختلف صوره سواء في العبادات أو المعاملات، والأجر المترتب على ذلك مدعاة وتحفيز جعل الفرد داخل الأسرة يطلب أسمى الدرجات فيما يوكل إليه من وظائف وتكليفات تجاه باقي أفراد الأسرة، بل يزيد ما كلف به تقربا إلى الله عز وجل على وجه المبادرة والاختيار لا الإكراه. ولا يفوتني هنا أن أؤكد أن أحكام الأسرة أكثر ما اقترن بلفظها المعروف والإحسان، وهما مقصدان أساسيين في مختلف العلاقات التراتبية الناتجة عن الزواج الشرعي، واللتان تعنيان أن كل فرد من الأسرة مطالب بأن يراقب الله عز وجل في كل تصرفاته وقراراته، وحتى فيما يضمره في نفسه، لتحقيق السكينة كمقصد مطلوب داخل الأسرة النواة وداخل الأسرة الممتدة، عملا بالتوجيه النبوي الشريف أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإن له من المهم في التنبيه في هذا السياق إلى أن المقصد الأسمى والقاسم المشترك من بعثة الأنبياء والمرسلين عموما وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، والتي هي عبادة الله عز وجل لا شريك له، وأن أساسها التوحيد هو الذي جاءت من أجله مختلف الشرائع السماوية، مثبت ومنصوص عليه في القرآن ومنسجم مع مقاصد الشارع غير مستنبط من نصوص الشريعة وقواعدها، ليدل دلالة قاطعة على أن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية بكل تجلياتها السالفة الذكر من الأسس التي تنبني عليها الأسرة في القرآن الكريم، وأن قضايا على وجه الخصوص لا تدخل بأي حال من الأحوال في دائرة مجالات المتغير الذي يقبل الاجتهاد. ولهذا ينبغي التنبيه على بعض التشريعات التي تفرضها المنظمات الدولية أحيانا على البلدان، والتي لا تنسجم في بعض بنودها مع قيمنا الثابتة في هذا الأساس، ومنها مصطلحات وافدة يراد بها ما يشبه الأسرة كلها أو بعض مكوناتها، كما في نطاق حقوق الطفل وهو المسمى حرية المعتقد الآن وحرية الضمير، والذي ينص على حق الطفل في حرية الفكر والوجدان إلى آخره، وهذا مجال خصب للمزيد من البحث والتدقيق. ومن تجليات هذا المقصد أيضا أن جعل الشارع مقصد المحافظة على الدين من المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وأوكل حفظها إلى الأسرة بالدرجة الأولى، كما أن من تجليات هذا المقصد الدعوة إلى تبليغ أركان الإيمان والإسلام للأغيار خارج نطاق الأسرة الواحدة، وهي في هذا حفظ للدين وضمان لاستمراره وانتشاره على مدى الأزمان والعصور. ثالثا وهو المقصد الأخير مقصد الامتثال في الخلق الزوجي، فقد ورد لفظ الزوج في القرآن الكريم مفردا ومثنى وجمعا تقريبا 76 مرة، وورد لفظ التزويج ماضيا ومضارعا منسوبا إلى الله عز وجل في الغالب 5 مرات. ويستفاد من هذا الجرد الوصفي لمادة الزوج في القرآن ما يلي: يحضر مفهوم الزوجة في الآية المدنية مثل ما يحضر في الآية المكية، وإن كان حضوره في الصور المكية أكثر منه في الصور المدنية، وهذا يلمح إلى ارتباط المفهوم بدلالة تشريعية تنظيمية وأخرى عقدية تصورية، مع الإشارة إلى أهمية هذه الأخيرة وفائدة استحضارها وعدم إبعادها. إن أكثر ورود المادة بالصيغة الإسمية يدل على ثبات المفهوم وعدم خضوع لسنة التغيير، وينسجم مع دلالة الزوجية باعتبارها قانونا يسري على الجميع وحقيقة ممتدة في الكون وفي تاريخ الإنسانية. أكثر ما ورد في هذه الصيغة أزواج أو زوج هو ما ناسب معنى الشمول في مفهوم الزوجية التي يمتد أفقيا ليشمل جميع المخلوقات ويمتد عموديا ليشمل الدنيا والآخرة. لم يرد الزوج والأزواج مقيدين بالإضافة إلى النوع البشري أو الإنساني، وهما مع ورودهما مطلقين في مواضع أخرى، الأمر الذي يدل على مركزية مفهوم زوجية الإنسان في القرآن الكريم، وهو ما يشهد له الحيز الكبير الذي خصص للمفهوم ضمن الآيات التي وردت بها المادة. وبعد هذه الجولة الوصفية لمادة الزوج في القرآن نعود إلى تجليات أو مقصد هذا الامتثال في الخلق الزوجي، وأقول اختصارا للوقت أن ثنائية الكائنات وازدواجها على اختلاف أنواعها يعد مظهر من مظاهر آيات الله في الخلق الكون والخلق، من خلاله يتجلى كمال قدرته سبحانه وتعالى ونهاية حكمته وعظيم إنعامه، كما يعد دليلا على وحدانيته تعالى وعدم مشابهته لغيره، فهو سبحانه الواحد الأحد، وغيره زوج مفتقر إلى غيره لصلاحه وتمامه. وهنا أوردت العديد من الأمثلة من أقوال المفسرين، وأقتصر فقط ربحا للوقت على قول أورده السيد قطب مفسرا قوله تعالى: جعل لكم من الأنفس أزواجا، أي نظم لكم حياتكم من أساسه، وهو أعلم بما يصلح إلى آخر الأقوال. لأن الوقت يداهمني سأمر على هذا القول لكن هي مثبتة.
لأصل إلى النقطة التي قبل النهاية، وهو مقصد الخلق الزوجي. الآن كنا نتحدث عن الزوجية في الكون، الآن مقصد الامتثال في الزوجية في المجال الإنساني. فلو إذا استثنينا زوجية آدم وحواء في الجنة، فإن الحديث عن الزوجية الآدمية في الدنيا ذكر وأنثى وردت أكثر من 48 مرة، أو بالتحديد 48 مرة في القرآن. فناسب هذا الحضور الواسع مكانة الإنسان والكون في القرآن. وقد ورد هذا المفهوم في سياقات متعددة تندرج تحتها مقاصد. الأول مرتبط بخلق الله تعالى وتدبيره، وسأضرب لذلك مثال فقط لضيق الوقت ومجاله عقدي. والثاني مرتبط بعمل الإنسان وتكليفه ومجاله عملي شرعي. فأقول عن معنى الزوجية المرتبطة بالخلق والتدبير وبيان مقاصدها ينبغي التمييز بين سياقين: سياق الاستدلال على قدرة الله تعالى وتعديد نعمه، وبخاصة منها نعمة الخلق، وهذا المعنى الكوني المشترك الذي تقدم عن الحديث. وسياق تذكير بنعمة خلق الإنسان خاصة من نفس واحدة وخلق زوجها منها، فهي العديد من الآيات تشرف على ذلك. وقد ذكر عدد من المفسرين أن المقصود بالنفس، المهم كلام كثير عن المفسرين سأعبر وأمر عليه. وسواء إذا لأقول في نهاية الكلام، سواء فهم هذا المعنى من الزوجية أو الزوج أو ذاك، فإن ذكر زوجية الإنسان هنا كما أوردها أو أعتمد هنا ما قاله الإمام فخر الرازي في مفاتيح الغيب، أن خلق جميع الأشخاص الإنسان من الإنسان الواحد أدل على كمال القدرة، من حيث أنه لو كان الأمر بالطبيعة والخاصية لكان المتولد من الإنسان الواحد لم يكن إلا أشياء متشاكلة في الصفة متشابهة في الخلقة والطبيعة. فلما رأينا في أشخاص الناس الأبيض والأسود والأحمر والأسمر والحسن والقبيح والطويل والقصير، دل ذلك على أن مدبر وخالق فاعل مختار إلى آخر الكلام، فهو كلام نفيس حقيقة يحتاج إلى تأمل. فبقي جزئية إن سمحتي، فقط عنوان معنى الزوجية المرتبط بالعمل والتكليف، لأجمع الشق النظري بالشق العملي. لن أقف عليه، ولكن أؤكد فقط بأن الزواج باعتباره وهو الذي معنى الموضوع في الزوجية المرتبط بعمل التكليف ليس فقط إشباع اللذة والرغبة، وإنما التربية الخلقية والوجدانية إلى آخره. وأستحضر يعني مجموعة من الآيات والأحاديث، وأن من تجليات هذا وجود الأبناء والحفدة إلى آخره، ومقصد السكن والمودة، ومقصد حفظ النوع البشري من خلال الزواج والتناسل. الكلام على هذا يطول، فأعتذر منك إن أخذت من وقتك الكثير، وشكرا كثيرا، والسلام عليكم، والحمد لله بنعمته تتم الصالحات.